في 3 صباحا رن هاتف الشرطة. المكالمة كانت من رجل يصرخ: قتلوني. عندما وصلوا وجدوا جثة ممزقة وأرضية تغرق في الدماء، لكن المفاجأة كانت عندما شاهدوا كاميرات المراقبة. خالد 24 سنة كان موظفا بسيطا براتب 4000 ريال. بدأ الرهان ب50 ريال فقط على مباريات كرة القدم عبر تطبيق باتريسيفوشفاين المزيف. بعد 3 أشهر كان يدين ب180,000 ريال. تلقى تهديدات بالخطف إذا لم يدفع. تم اختراق صوره الشخصية لابتزازه. في ليلة الحادثة اتصل به المروجون الساعة 2 فجرا. لن ننتظر أكثر. أرسلوا له صورة والدته أمام البيت تم تعديلها بالفوتوشوب. 3 أخذ سكين المطبخ وذهب لسرقة محل الصرافة الذي يعرفه. عندما رآه العم سعيد 35 سنة صاحب المحل نزل على ركبتيه بليدينج: خذ فلوسي بس ابني. لكن خالد الذي كان يرتجف مثل ورقة شجر هجم فجأة ب12 طعنا متتالية. الكاميرات صورت كيف كان يصرخ أثناء الطعن: خلوني أروح، مش أنا اللي أبغى أذبح. اكتشفوا أن المروجين كانوا مجرد شباب في سنه يستغلون الضحايا. آخر صورة في جوال الضحية كانت لابنته الصغيرة: بابا متى تجي؟ خالد الآن في السجن ينتظر تنفيذ الحكم. يردد: كنت أظنها لعبة، هذا ليس فيلم. هذه الجريمة حدثت بالفعل في 2020. موقع الرهان الذي بدأ ب50 ريال انتهى ب12 طعنة. أسرة مفجوعة، مصيران محطمان. هل تعرف أحدا يدخل هذه المواقع؟ أرسل له هذا الفيديو قبل فوات الأوان.